جيبي ربطه تاع السلق وروحي نديرو بيه واحد الطبق يجي ساهل ماهل، والبنه تاعو كيما راكم تشوفوا يشهي. خليكم على المقادير. هنايا درت في مقله شويه تاع الزيت، ونهبط عليه حبه بصله تكون صغيره شويه، نقليها حتى تتكرمل وتذبل بهذا الشكل. هنايا بعد ما تكرملت هبط عليها واحد الربطه تاع السلق، كنت غسلتها وقطعتها. وهنايا الغاز تكون شويه قاويه باش السلق ما يطلقش الماء تاعو. هنايا بعد ما تقلاو شوي جبت ندير لهم 3 فصوص تاع الثوم. الثوم يعجبني بزاف مع السلق، يمد له ذوق ما شاء الله. ونجي ندير التوابل، درت شويه تاع الكوري، شويه فلفل كحل، وهذا مكان الملح مانيش حندير. كما تعرفوا السلق يجي ديجا شويه مالح، مانيش حابه الريسكي ونملح كلش. غلقت عليه واحد 5 دقائق. بعد ما ذبل لي السلق بهذه الطريقه يعني راه طايب، نحيه خليه يبرد. ومن بعد جبت نص زدر تاع الدجاج، كنت رحيته. ما ترحيوش رقيق بزاف حتى يولي تقريبا سائل، لا خليوه شويه خشين. وجبت هذاك السلق اللي كنت طيبته قبيل وذبلته، درت مغرفه كبيره تاع لا شابلور، رشه تاع الفلفل الكحل، رشه تاع الكوري. هنا التوابل اختياريه، نديروا واش راكم حابين. زدت شويه توابل الدجاج ودرت الملح. هنايا زدت رشه صغيره تاع الكمون، برك يعجبني، اللي ما تحبش ما ديرش. خلطهم مليح مليح، ومن بعد نبدا نشكل فيهم كرات. شكلوهم كرات والله اي شكل راكم حابينه، ونرمدهم في الفرينه. شوفوا هذا لي بول يجيو بزاف بنان. هنا بعد ما كملتهم كما راكم تشوفوا رمتهم كامل في الفرينه، وندي نقليهم في الزيت. يعني في نفس المقله هذيك تاع قبيل درت فيها شويه تاع الزيت ونقليهم حتى يتحمروا بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه. يعني كل ما تحمروا كل ما حيمدوا واحده قرميشه هايله. نبقى نقلبوا فيهم. هنايا راهم طايبين ومحمرين، الله الله على بالكم راهم يشهيوا. نحيت هذا الدجاج ونحي هذا الزيت الزايد كامل، نخلي غير شويه. درت حبه طماطم كبيره تكون مرابيه في الرقيق، معها 2 فصوص تاع الثوم، وتبلتها بالتوابل الدجاج والفلفل الاحمر والفلفل الكحل والملح. واللي تخاف من الحموضه دير مغرفه صغيره تاع السكر. هذا لاصوص جات خفيفه خفيفه ما تقهمش خلاص ومش حامضه، جات هايله. وفي الاخر زدت لها حبيبات تاع الزيتون. هنا لي بول تاعي كنت ستفتهم من الفوق. هنايا ما حبيتش نخلطهم على صوص باش ما يجيوش مشمخين، انا نشتيهم هكذا يجيو مقرمشين وناشفين، يجيوني بزاف بنان هكذا. شوفوا هذا لي بول جاو بنه عظيمه، جربوهم وبسلامه الى فيديو قادم.